اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حطي لايك واشتراك للقناة وفعلي علامة الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. ويلا بينا نبدأ الفيديو. مبدئيا كده يا جماعة، ما اخبيش عليكم، الأوضة كانت ما تصرش عدو ولا حبيب. زي ما انتوا شايفين كده، عيش تلاقوا، اكل تلاقوا، ازايز مية تلاقوا، كل خيرات الله جوه الأوضة. انا مش عارفة انا عاملة الأوضة دي ليهم ولا ليا. انا يا جماعة عايزة اقول لكم ان هم 24 ساعة قاعدين معايا. انا مش عارفة فيها ايه الأوضة دي، كأن فيها عسل. كل شوية يسيبوا الأوضة بتاعتهم ويجولي عندي، مش عارفة ليه. المهم يعني، كنت هنا بعمل ايه؟ كنت بشيل المرتبة عشان انا كنت غاسلة سجاد وحطاه تحت السرير. فطبعا لازم اطلع سجادة، لان السجادة السودا اللي في الارض دي انا مش قادرة اقول لكم يا جماعة، هي متدمرة. والله متدمرة حرفيا. السجادة اللي هي اللي تحت اللي انا دايسة عليها دي دي سجادة كبيرة جدا، 2 في 3. دي مش بفرشها لان بصراحة يا جماعة فاتحة قوي. وكمان انا ما عنديش مكان ليها حاليا دلوقتي، ففرشة يعني السجادة اللي عندي دوت فمخليها يعني. طلعت واحدة بقى كده ايه، بحيث ان انا يلا تتوسخ اقدر اغسلها. انما السجادة التانية ديت بصراحة عايزة دراي كلين وصعبة ان انا اغسلها في البيت. المهم يعني، طلعت كده زي ما قلت لكم السجادة، عشان التانية السودا دي عارفة اللي يشوفها يقول ان هي زي الفل. وهي يا جماعة مدعوكة، بطاطس مهروسة، شيبسي، فرافيت، اكل واقع عليها. بصوا كل حاجة، عصير مدلوق، يعني كل حاجة كل حاجة مدعوكة في السجادة. المهم، ملاية السرير دي يا جماعة انا ما رضيتش اغيرها. بصراحة انا كنت فرشاها امبارح فقلت لا مش هغيرها. انا بس هحط المفرش اللي انا هفرشه ده معاكم بالكياس بتاعته. المهم ظبطت كده الدنيا وفرشت كده زي ما انتم شايفين اهو. المراية بس مجرد ان هي اتظبطت بس بقت الدنيا جميلة. وعدلت الستارة كانت مكعبلة اهو. غيرت الملاية دي برضو، الكيس المخدة. انا بغير اكياس المخدة كل يوم. ده كان طقم عندي كده اللحاف بالكياس بتاعته. انا مش فاهمة يعني، مش اول مرة افرشه، انا فرشته كذا مرة. فرشت معاكم على القناة ومش اول مرة افرشه. بس هو تحفة وشياكة بصراحة، بيدي شكل حلو قوي في الشقة. المهم فرشته كده. وعلى فكرة انا بغسله في الغسالة خالص عادي، وبحط اللحاف كمان في الغسالة مفيش مشكلة، وبيطلع زي الفل. بس بصوا هنا انا بلبس الكياس بتاعته. هو لونه بني جملي كده، في اللون اللي هو برضو البني دوت وفي جملي كده ورد صغير وفي سكري. لا لا، شكله شيك قوي يا جماعة، بصوا شكله مع نقشة الوردة كده، لا شكله جميل قوي. المهم يعني ان انا ايه، ظبطت كده بوريكم بس الشكل كده. وده الكيس ده الخدادية دي بتيجي معاه، بتيجي برضو مع الطقم. طبعا انا متجوزة بيه يا جماعة، مش لسه جايباه، ده قديم عندي. بس سبحان الله لايق على الستاير ولايق على السرير وكل حاجة. المهم اهو اللحاف اهو. انا مطلعاه حوالي بقاله اسبوعين 3 كده تقريبا، او اسبوعين، مش فاكرة يعني. انا كنت هنا في بطانية رحت غسلتها وفرشت بقى اللحاف، قلت اغير شوية. ادي شكل اللحاف اهو لما اتفرش على السرير، وبيتوسخ عادي وبحطه في الغسالة. تاني يوم بنتغطى بيه وبينشف على طول اهو. بصوا، مجد ده يا جماعة. انتوا عارفين حاجة المجد بتبقى عاملة ازاي. المهم يعني ظبطت اللحاف كده وحطيته على السرير، وظبطت الدنيا كده والستاير عدلتها، والدنيا كانت زي الفل. تعالوا بقى نشوف المدعكة اللي تحت. بما ان السجادة ديت تبع الأوضة، بس ديت يعني البهدلة عليها ما كانتش كتير. البهدلة كلها على السجادة دي. ايوه، الأمورة اللي انتوا شايفينها دي، اللي هي باين عليها ان هي زي الفل. بس هي والله يا جماعة لا لا، ما تقربوا منها، لا وحشة جدا جدا، ومتوسخة جدا جدا جدا. المهم اهو شلتها كده. بصوا ده هي بس مليانة بس فرافيت ولب يعني هي اصلا متدمرة. المهم رحت ماسكاها كده وركنتها. طبعا مش هغسلها دلوقتي عشان ما هديش نفسي اليوم كله يعني. المهم خدتها كده نفضتها تنفيضتين،
مش قادرة اقول لكم بقى البهدلة اللي طلعت من تحت السجادة. هكنس دلوقتي واوريكم. المهم، طبعا يا جماعة الروتين ده روتين مسائي، يعني كان بالليل ما كانش بالنهار ولا حاجة. بس المهم مسكت كده الأوضة، كنستها كنسة محترمة، وهسيقها معاكم كمان، وهخليها زي الفل. بصوا، مش قادرة اقول لكم يا جماعة المنظر عامل ازاي. بصوا ثانية واحدة بس هفصل عشان الأذان وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني اهو، يلا بينا نكمل بقية الفيديو. زي ما انتم شايفين هنا بكنس اهو الأرض. طبعا مطلعة قشر سوداني ولب، وبصوا كل حاجة، كل حاجة يا جماعة في الأرض. الأكياس اللي تحت دي أكياس لب أهي. بصوا بيبرونة، شايفين البيبرونة جريت تحت هناك عند الدولاب. ده أكياس فاضية، وهنا دول كانوا فيهم لب وسوداني. شلتهم كده وقلت أبقى أحطهم في علبة زي ما كانت. بس هما لما بيجوا بياكلوا بيبهدلوا الدنيا زي ما انتوا شايفين كده. وانتوا عارفين كمان اللب والسوداني عم بيعملوا ايه. المهم، خدت كده الأرض. بصوا، ده طلع من الأوضة اهو. اهو طبعا انتوا شايفين اهو قدام كل ده ورق وقشر وحاجات قد كده. باخد السكلو طبعا معايا، لازم السكلو دوت اخده معايا عشان بيبقى عليه تراب متراكن عليه. المهم، وبعدين جت اللحظة بقى اللي هي ايه الجميلة بقى، اللي خلاص هنفرش. طبعا الكولوريكس الالوان اللي انا ما اقدرش استغنى عنه. رحت جايبة الجردل بتاعي كده، ويلا قلت اسيق الارض بقى اديها مسحة. ف انا ما بصراحة بحب اعمل بيه. اول حاجة هو بينظف وبيعقم وبيخلي الارض جميلة ونضيفة. هنا انا لقيت الشرشوبة انا عصرتها جامد شوية، فقلت لا انا ايه انا هحطها يعني هبلها مية تاني. بس وزي ما انتوا شايفين هنا كده اهو، انا بسيق اهو بمسح الارض. عايزه اقول لكم العمله ديت بتخلي الدنيا زي الفل. هنا كان معرفش فيه ايه في الحيطه، حاجه واقعه او عيل موقع حاجه في الارض في الحيطه. فقلت امسحها كده بالشرشوبه، طلعت معايا اهو. بصوا، طبعا انا هنا في الحته دي بحاول ان انا ما اجيش في الكابوتونيه قوي، عشان طبعا ده قماش وسفنج ما يعفنش ويعمل ريحه مش حلوه. فببعد عنه كده بعيدة يعني بالشرشوبة. ما بحاولش ان انا الزق في السرير قوي. بس، وقعدت هنا سيقت اهو زي ما انتوا شايفين. بس كده اهو. بصوا، ما خدتش معايا حاجة بصراحة. بس هي كانت الأوضة متدمرة بصراحة، يعني على قد المنظر اللي انتوا شايفينه الحلو ده. بس هي فعلا فعلا ما خدتش وقت، خدتش وقت خالص. يعني خلاص كنست يلا سيقت، يلا شلت السجادة، الدنيا سهلة بصراحة معايا. بس المهم ايه، بصوا حتى الشرشوبة كمان لما بعمل بالكلوريكس الالوان هي كمان بتتغسل. يعني بتلاقوا لونها. بصوا يعني دي مش جديدة، دي بقالها فترة عندي. وبصوا لونها عامل ازاي من كتر الكلوريكس الالوان اللي انا بستعمله في كل حاجة في البيت. فعشان كده بيخلي الحاجة جميلة بصراحة، ومحافظ على لونها ومخلي شكلها حلو قوي. بصوا بيضة وزي الفل. بعد ما بخلص بغسلها غسلة حلوة واحطها في البلكونة. المهم، هنا بقى ايه، لقيت التلفزيون كده مبصم وعليه صوابع الكائن اللي عندي الصغير ده اللي بيمشي في البيت. انتوا عارفينه طبعا. دي بقى مش بتسيب حاجة في البيت، كل حاجة مبصمة عليها ايديها وفي بقها. بصوا الدولاب انا قلت همسحه كده بالفوطة وخلاص من غير اي حاجة. لقيته شكله مش عاجبني، حاسة ان هو مبطش كده ومبقع. فقلت لا انا هجيب المورال بتاعي والمع بيه الخشب. هو بصراحة جميل قوي، بيسيب طبقة زيت كده على الخشب حلوة، وبيخليه لأطول وقت ما بيقعدش عليه التراب. اهو زي ما انتوا شايفين كده، مسكته كده مسحته. مش قادرة اقول لكم على ريحته، بصوا الجمال. لا لا، حلوة قوي قوي. عايزة اقول لكم ان انا ممكن اعمله كل اسبوع مرة، لان انا لما بعمل بالمكنسة بالكهرباء ما بتخليش العفش عندي متطرب غير المقشة. اهو بصوا، اهو شايفين. بصوا بوريكم اللمعة بتاعت الخشب اهو. هنا ده ممكن تكون الضرفة دي مش مش متبهدلة زي التانية، لان التانية الاستعمالي عليها اكتر. فهنا اهو برضو عملته اهو، خدته. طبعا هي طول النهار بتهبد عليه وبتبصم بايديها عليه، فيعني مش هنقدر نكلم الكائن الصغير ده بالذات.
هنضطر ان احنا نستحمله، هنعمل ايه؟ المهم تعالوا بقى نفرش السجادة دي. انا عارفة ان هي ممكن تكون مش لايقة على الأوضة خالص وملهاش علاقة، بس يعني عادي، بديل يا جماعة وغيار، والموجود بيسد. المهم ان احنا عندنا بديل. يعني السجادة اتوسخت، اتكبت عليها حاجة، لازم يبقى عندنا اي حاجة، مش مشكلة بقى تليق او ما تليقش، المهم ان هي نضيفة وشكلها حلو وخلاص. المهم ان انا هنا كنت برفع الترابيزة علشان احط تحتها السجادة، وخلاص كده انا فنشت وخلصت الأوضة. بصوا المنظر عامل ازاي يا جماعة، لا مش قادرة اقول لكم. بصوا بقى، احلى حاجة ان انتي تطفي الاضاءة دي وتقعدي كده تندمجي كده، يا سلام، منظر حلو قوي. تقفلي البلكونة كده وتدفي الأوضة كده وتنزلي الستاير، احساس تاني، احساس تاني جميل. تعرفوا ان انا لما جيت عملت معاكم الروتين نسيت اصلا اني ارش معطر، بس عايزه اقول لكم ان المورال كان مخلي ريحه الشقه جميله، الاوضه يعني بالاخص. المهم يعني ما علينا، المهم ريحه النظافه هي اللي تطلع. هنا بصوا الارض بتلمع ازاي، والسجاده والنظافه والشكل حلو ازاي، لا يا جماعه بجد جميل. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف عليكم، وتكوني اتشجعتي وتقومي تشوفي اللي وراكي وتخلصي بيتك وتشهلي، عشان السقعة بتكسل. فخلصي اللي وراكي. انا هنا بقفل اهو، الحمد لله خلصت الأوضة وخليتها عروسة وجاهزة لاستقبال نوم سعيد ويوم جميل. ويا رب يكون الفيديو يكون خفيف وما يكونش طويل عليكم، ويكون عجبكم، وحتى لو استفدتوا منه بأي حاجة. وما تنسيش تحطي لي لايك جامدة وطويلة للفيديو، يعني تحطي لي لايك قصدي. مش عارفة ايه اللي انا بقوله ده. المهم يعني متنسيش تحطي لي لايك للفيديو واشتراك لو لسه ما اشتركتيش، واشوفكم في فيديو جديد، ويلا مع السلامة.